جبت لكم دبارة أخرى لعشاء راس العام. الدجاجة خوتي ديما تفكرني في صغري، بسهرية راس العام مع العائلة في الدار وكجو الشتوي المزيان. زدتكم معاها غولي اسكالوب ابينار، روز بالفاكهة، سلطة مفورة وبطاطا محمرة في الفور. نودكم ومنشهيكم، يلا نحضروهم مع بعضنا. نبداو بتحضير دجاجتنا. قبل بليلة حضرت المارينات، تلقاو المكونات الكل مكتوبين تحت الفيديو. غسلت الدجاجة وفوحتها مليح بالقارص ونقبتها بكوردون باش تمتص لي زيبيس بالباهي. دهنتها بالكدا من الداخل والبرا وحطيت معاها بصل ثوم كليل وزعتر وخليتها ليلة كاملة في الفريجيدير. من غدوة حطيتها في طبق الفور وغطيتها بابي كويسون بابي ألومنيوم وحطيتها تطيب ساعتين على 180 درجة شالور تورنون. وفي الاخر نحيلها البابي ونقعد نتنها بالصوص اللي تسيبو لين تحمر بالباهي وتعطينا اكل لون المزيان. بالنسبة للبطاطا خديت كعبات بطاطا كبار وقصيتهم بالطريقة هذه، الكعب على 2، بعديك الشطر على 2، بعديك ربع على 2، ويجيونا ما شاء الله دي مغسو مزيانين ومرتوبين كما هكا. فوحتهم بملح فلفل احمر ثوم بودر اعشاب بروفونس كركم وزيت زيتونه وحطيتهم في طبق الفور وغطيتهم بابي كويسون وبابي الومنيوم وحطيتهم يطيبوا في الفور مدة ساعة تقريبا على 180 درجة. من بعد نحي لهم البابي ونخليهم يزيدوا يتحمروا. إذا مزروبين تنجموا تصمتوهم نص طياب، من بعد تفوحوهم وتحمروهم في الفور. بالنسبة للغولي اسكالوب ابينار خديت صدر الدجاج مفوح بالقارص ومقصوص وحطيت معاه لي زيبيس تلقاوهم مكتوبين تحت الفيديو. زدت مغرفة كبيرة ياغورت طبيعي ومغرفة زيت زيتونة وأبيض عظمة ورحيتهم بالباهي. دبلت السبناخ ورحيته وسقطرته مليح مليح من الماء وزدت وكوتا فروماج غابي وفلفل اكحل وخلطتهم على بابي كويسون. نوزعوا خليط الدجاج متاعنا، تنجموا تدهنوه بالزيت قبل باش يترولى معاكم بسهوله. حطيت فوق الدجاج طبقه السبناخ والكوتا وروليته وغطيته بابي الومنيوم وحطيته يطيب في الفرن 40 دقيقه تقريبا على 180 درجه شالور تورنونت. من بعد كيف يطيب نخليوه يبرد شويه قبل ما نقصوه باش يجيونا دي مورسو مزيانين. وكل بنا وتراوى نودكم وما نشهيكم. بالنسبه للسلطه المفوره اسهل منها ما فماش. حطيت بطاطا وسفناريه وجلبانه يتفوروا. من بعد كيف حضروا زدتهم مايس، الصوص متاعنا اللي هي زيت زيتونه ملح واوريكون، وزينتها بالتون زيتون عظم ورشه معدنوس وبصل. بنينه برشا وزيت سهله ما تاخوش وقت. نختموها بروز ازعر بالفاكهه. قليت بصل في الزيت، زدت الثوم والروز مغسول بالباهي، قليته شويه وفوحته. حطيت الماء كيلا روز عليها كيلتين ماء وخليته يطيب سله سله. حمرت الفاكهه متاعي في شويه زبده. كيف طاب الروز حطيته في صحن بالطريقه هذه. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. كل عام حيين بالف خير وصحه يا رب، وصحه وبالشفاء.